مرحبا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وصفتي لليوم هي توست الكاستر. وصفة سريعة التحضير ولذيذة كتير وما بتاخد وقت معكم بالتحضير. تابعوا الفيديو الأخير ويلا نشوف الطريقة ونبلش. أول شي بدي أحكي عن التوست. أنا جايبة هون توست جاهز. أنا بوصفة سابقة عملت لكم توست وإن شاء الله بحط لكم رابط الوصفة بصندوق الوصف، بس أنا اليوم لأنه ما كان عندي وقت جبت التوست الجاهز. هو بيكون مقطع بهذا الشكل، ولانه مقطع بهذا الشكل قطع صغيرة ما بيمشي حالة معي. انا حبيت احط تنتين فوق بعض مثل ما عم تشوفوا، وبأي معلقة عنكن هيك بنضغط عليهم بالنص لحتى اعمل مربع مثل ما عم تشوفوا، بس بنفس الوقت ما لازم نقرب على الحواف، يعني بنضغط بالنص وبنعمل على شكل مربع بدون ما نقرب على هدول الحواف. لازم الحواف تكون مو محفورة ابدا مثل ما عم تشوفوا. شايفين هيك كتير تمام. رح اكمل كل الكمية اللي بدي اعملها بنفس الطريقة. والتوست رفيع، شايفين ما بيمشي حال قطعة واحدة، مشان هيك انا حطيت قطعتين. لو عمليتهم بالبيت كنت بقدر اني اقسم على كيفي على السماكة اللي انا بدي اياها. هيك بعد ما خلصتهم شايفينهم انا دهنت الصينية بنقطة زيت، واذا في ورق زبدة كمان بتقدروا تستخدموا ورق زبدة بيكون احسن. هلا رح احضر للكستر. انا معي كاسة ونص من اللبن. اللبن لازم يكون بحرارة الغرفة ويكون شوية تقيل مو خفيف. بننزلهم كلياتهم. بعدين رح اضيف بيضتين بحرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة من الفانيليا السائلة، برش نص ليمونة، فنجان قهوة من السكر، تقدروا تزيدوا السكر او تقللوا حسب الرغبة، ورشة صغيرة من الملح، وبس هيك. وهلا رح نقلب كل هدول المكونات مع بعض، وهيك بتكون الخلطة صارت جاهزة. شايفينها؟ انا رح افضيها ببريق مشان اسهل علي تعبايتن بالتوست. بفضي البريق حسب ما بيوسع. وهلا رح محل ما انا فرغت التوست رح اعبي هذا الكستر بقلبه هيك بهي الطريقة. هيك صار تمام. هلا بدي ابلش ازينن. انا معي فواكه، بدي ازين بالفواكه. بتقدروا تزينوا باي نوع فواكه، بتقدروا تزينوا بحبات شوكولا صغيره، او بتقدروا تخلوهم مثل ما هن واخر شي ترشوا عليهم سكر بودره مثل ما انتم بتحبوا. انا زينت بالفريز وبالمانجا وكيوي وكرز، بس انتو اي فواكه متوفرة عندكم فيكم تزينوا فيها، والزينة على كيفكم مثل ما انتو بتحبوا. هيك بعد ما خلصتن وهيك زينتن بهذا الشكل، هلا بدي ادهن الحواف تبعها بشوية من الزبدة. وانا حميت الفرن قبل بربع ساعة تقريبا، ورح فوتن بحطن بالرف الوسط على حرارة 200، وبخليهم تقريبا بياخدوا وقت من 10 دقايق لربع ساعة. وهيك بعد ما طلعتن هن صاروا جاهزات. شلون بنعرف انه هن صاروا تمام ومستويات؟ اول شي بيكون توست قاسي معنا، يعني فيه قرشة هيك، وكمان هن الحشوة بتكون هيك نفخت شوي، وكمان عملت وش. تركتن لحتى يبردوا وبعدين قدمتن. هاي اول وحدة. شايفين اللي زينتها بالفريز؟ تقدروا ترشوا عليهم سكر بودرة اذا ما حطيتوا لهم فواكه، وانا حبيت احط عليهم سكر بودرة. شايفين هيك بيكون شكلها كتير حلو مناسب، وطعمتها كتير طيبة. شايفين؟ وكتير سريع التحضير. اذا كان متوفر توست عندكم يعني ما بتاخد ابدا وقت معكم بالتحضير. وهي اللي زينتها بالكيوي كمان فيكم تحطوا لا سكر بودرة او عسل مثل ما انتم بتحبوا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تشتركوا بالقناة واللايك والشير. بشوفكم فيديو جديد. باي باي.